هذا القانون اللي عندنا اللي كنرجعوا له هو الدستور، والقانون المغربي 0362 وداك الاتفاقيات اللي المغرب منضم ليها، كيتعترف بواحد الحقوق محدوده جدا للاجانب مثلا كنموذج في التصويت وكذلك للجاليه المغربيه. ولكن هذا الموضوع هذا منين كنجيو للخطيط ديالو ولا التنزيل ديالو كنلقاو واحد المجموعه ديال العراقيل والمشاكل. مثلا نعطي مثال بالنسبه للجاليه، عطاوهم الحق ديال انهم يترشحوا لهذا وداروا لهم الوكاله، ولكن ملي كيدير لي الوكاله راه كتصيفط ليه القنصليه وترسل لي واحد الملف فيه واحد المجموعه ديال الوثائق اللي بالنسبه لي انا معرقله، لان ما كيمكنليش انا سيرتو الاكراه اللي كاين عند بعض المغاربه مقيمين اللي برا هو داك البعد ديال القنصليات، ولا احيانا في مناطق اخرى عدم تواجد القنصليه قريبه من محل الاقامه ديالها. كذلك في هذا الموضوع هذا قمت ضروري استعراض تجارب مقارنه دوليه في منح الحقوق السياسيه للمهاجرين عامه وللمهاجره بشكل خاص اوروبا وامريكا اللاتينيه كما هضرت عليها. الغرض من هذه المقاربه السياسيه ترتبط اساسا بمفهوم المواطنه في ظل تحولات كبرى وتزايدات للهجره من داخل المغرب وخارج المغرب، مما يبرر